بيبدأ المسلسل بيونج وهو راكب القطر ومسافر لمدينة سول علشان يشتغل فيها، ولما بيوصل لسول بيبدأ يدور على شقة رخيصة علشان يسكن فيها، وبيروح يشوف أكتر من شقة لكن الإيجارات بتكون غالية جدا. وبعد ساعات من البحث بيلاقي شقة رخيصة جدا في مجمع سكني، فبيروح وبيقابل صاحبة العقار واللي اسمها السيدة أم، وبتبدأ السيدة أم تشرح له نظام السكن، وبتقوله إن نظام السكن عبارة عن أوض كتير جنب بعض في نفس الدور، وبتفهمه إن المطبخ والحمام مشتركين، وبتفرجوا على الأوضة وبتقوله إن الأوضة دي هي الوحيدة المتاحة حاليا. وبيتفاجئ يانج من منظر الأوضة لأنها ضيقة جدا وكمان ما بتكونش نظيفة، لكنه بيضطر إن هو يعيش فيها لأن ما عندوش حل تاني. فبيسأل صاحبة العقار عن سبب رخص الإيجار، فبتقوله لأن الشاب اللي كان ساكن قبلك في الأوضة دي انتحر ومحدش رضي يسكن وراه، وعشان كده هي نزلت في سعر الإيجار. وطبعا يونج بيتفاجئ من اللي بيسمعه لكنه ما بيحطش الموضوع في دماغه، وبعدها بيخرج من الأوضة وبالغلط بيخبط في جاره اللي اسمه أهان، وبيلاحظ إن هو راجل عصبي جدا. وبعدها بيتعرف على جاره التاني اللي اسمه هونج، وبيلاحظ إن نظراته وتصرفاته مخيفة جدا. وبعدها بيتعرف على شخص تالت اسمه دوج، وده راجل عنده تأخر عقلي وطول الوقت بيضحك من غير سبب. فبيحس يونج في اللحظة دي إن جيرانه مش طبيعيين خالص، فبيدخل أوضته وبيقفل على نفسه وبيتصل على أسرته علشان يطمنهم إن هو بخير. وفجأة بيلاقي الباب بيخبط، فبيروح يفتح وبيلاقي أهان، وبيفضل أهان يزعقله لأنه عامل إزعاج في المجمع السكني، وبيطلب منه إنه يتكلم بره. بيعتذر له يونج وبعدها بيطلع لسطح البيت وبيتصل على حبيبته جيجي وبيحكي لها على كل اللي حصل معاه من ساعة ما وصل لمدينة سول. وفي الوقت ده بنشوف دوج وهو بيتمشى لوحده في الشارع، وبالصدفة بيشوف قطة فبياخدها معاه للمجمع السكني، وهناك بيقابل هونج وبيطلعوا هما الاتنين للدور الرابع. في الأثناء دي بيكون يونج رجع لأوضته وبيسمع صوت دوشة وتكسير في الدور الرابع، فبيطلع يشوف في ايه. وبالصدفة بيقابل دوج على السلم فبيقول له ان هو ممنوع يطلع للدور الرابع. وقتها يونج بيخاف من تصرفاته وبيرجع لأوضته. وفي نفس اليوم ده بتوصل شرطية اسمها سول للحي اللي يونج بيسكن فيه، لأنها جالها بلاغ ان الجيران لقوا قطة مقتولة في كيس زبالة، وبتكون سو متضايقة جدا لأن البلاغ ده مش أول مرة يتقدم، وبيكون في حوادث قتل للقطط حصلت كتير في الحي ده. بتبدأ سو تعمل تحرياتها عن حوادث قتل القطط، وبتكتشف ان اللي بيقتلهم هو قاتل متسلسل، لأن القتلة المتسلسلين عندهم غريزة قتل الحيوانات وأي حاجة حية، لكنها ما بتقدرش توصل للشخص اللي عمل كده. وبعد الشغل بتروح سو لعيادة دكتور الأسنان واللي اسمه سيون علشان تخلع ضرسها. وبالليل بيروح يونج يتعشى مع صديقه في الشغل، وبيحكي له ان جيرانه فيهم حاجة مش طبيعية ونظراتهم ليه مخيفة جدا. مديره بيقول له ان هو اكيد بيتخيل. وبعد شوية بيرجع يونج للمجمع السكني وبيوقفه واحد من جيرانه اسمه ماد، وبيسأله لو مرتاح في اوضته. يونج بيتجاهل سؤاله وبيروح يحضر العشاء في المطبخ، وبيلاقي اهان جاي يتعشى معاه وبيطلب منه ان هو ما يستعملش البيض لان هو فاسد. فيونج بيكسر بيضة وبيلاقي كلها دم فبيقرف منها جدا، وبيسأله مين اللي جاب البيض ده، فبيقول له ان صاحبة العقار هي اللي بتجيبه. فبيطلب اهان من يونج ان هو يقلل التعامل مع جيرانه ويحاول ان هو يشوف له شقة تانية في اسرع وقت ممكن. فبيستغرب يونج من كلامه وبيسأله عن السبب، لكن اهان ما بيرضاش يقول له حاجة. بعدها بيرجع يونج الأوضة عشان ينام، لكن فجأة بيسمع صوت دوشة بره فبيخرج يشوف في ايه. فبيلاقي اهان بيتخانق مع دوج وبيضربه لان هو دخل اوضته من غير ما يستأذن. فجأة بيظهر توأم دوج واللي اسمه دوك وبيقول لأهان ان هو اللي دخل اوضته. وطبعا بيتفاجئ يونج من اللي هو شايفه لان هم شبه بعض جدا حتى تصرفاتهم زي بعض. وفجأة بيظهر مادو وبيمسك ايد اهان بعنف وبيطلب منه يتصرف بأدب مع جيرانه. وفي اليوم اللي بعده بيخرج يونج من البيت علشان يروح على شغله، لكن صاحبة العقار بتوقفه وبتعتذر له على الازعاج اللي اهان عمله امبارح، وبتطمنه ان اهان هيمشي ومش هيرجع تاني. فبيستغرب يونج من كلامها وبيسيبها وبيروح لشغله. وبعدها بنشوف اهان نايم في اوضته، وفجأة بيسمع صوت دوشة غريبة جاية من الدور الرابع، وبيطلع يشوف في ايه وبيتفاجئ ان قدامه جثة شخص غريب. فجأة بيظهر شخص من وراه وبيضربه على راسه وبيفقده الوعي. وبعدها بنشوف سو وهي بتراجع تسجيلات كاميرات المراقبة، وبتشوف فيها دوج وهو ماسك كيس اسود، وده بيكون نفس الكيس اللي لقوا فيه جثة القطة. وبتقبض عليه وبتفضل تحقق معاه، وبتلاحظ ان هو مختل عقليا ومش واعي للي هو بيعمله. بتسأله هو ليه بيقتل القطط، فبيضحك دوج بشكل هستيري وبيقول لها انه مش هو اللي بيقتلهم، وبيعترف لها ان هو قتل قطة واحدة بس. بتحس سو ان مفيش اي امل من استجوابه وبتفرج عنه. وبعدها بتشوف سو اعلان عن اختفاء شخص اجنبي، وبالصدفة بيطلع نفس الشاب اللي اهان لقى جثته في الدور الرابع. وبتستغرب سو جدا لما بتعرف ان الشاب ده عايش في نفس المجمع السكني بتاع دوج. في المجمع السكني بنشوف دوج وهو بيعذب اهان، وبعدها بيسمع صوت اخوه فبيروح يسأله عن اللي حصل في التحقيقات. فدوج بيقول ان هم اطلقوا سراحه، وبنفهم من كلامهم ان دوج هو اللي بيقتل القطط. وبالليل بنشوف اهان محبوس لوحده في الدور الرابع، وبيستغل ان مفيش حد معاه فبيحرر نفسه بسرعة وبيتصل على الشرطة علشان يلحقوه. لكن لسوء الحظ ان الاتصال بيتقطع فجأة، فبيحاول اهان بسرعة يهرب من المبنى، لكن وقتها مات بيظهر من وراه وبيضربه على راسه. وعلى الجانب الاخر بيرجع يونج لأوضته، وبالصدفة بيبص تحت السرير وبيلاقي ملاحظات الشخص اللي كان عايش قبله في الأوضة دي. بيفتح
الدفتر وبيلاقي كلام كتير عن الموت والانتحار، يونج بيتخض وبيخاف جدا. وفي نفس الوقت بيوصل محقق شرطة للمجمع السكني وبيسأل صاحبة العقار عن أهان لأن هو اتصل بيهم من شوية، فبتقول له السيدة صاحبة العقار إن هو مختفي من الصبح، فبيسيبها المحقق وبيروح يركب عربيته علشان يمشي، ولكن فجأة ماب بيظهر من وراه وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموته. وقتها بنشوف دكتور الأسنان سيون وهو معدي من الشارع، وبالصدفة بيشوف مات جنب جثة المحقق، فبيقرب سم ماده وبيحقنه بمخدر وبيفضل يخنق فيه لحد ما بيموت، وبيقول له إن هو كان لازم يموت لأن هو بيتصرف من دماغه. وكمان بيتضح إن هو كمان ساكن في المجمع السكني. وبعدها بيطلع سيون يقف على السطح وبيلاقي يونج واقف لوحده، فبيعرفه على نفسه وبيقول له إن هو بيشتغل دكتور أسنان وإنه كمان ساكن معاه في نفس المبنى، وبيقول له إن هو معجب بيه جدا. فبيستغرب يونج وبيطلب منه يوضح كلامه، فبيقول له سيون إن هو معجب بشخصيته لأن هي مختلفة. فبيسأله سيون عن نوع شغله، فبيقول له يونج إن هو بيشتغل كاتب وإن هو شغال حاليا على كتابة القصص الإجرامية عن القتلة المتسلسلين، وبيبدأ يحكي له تفاصيل عن كتابه الجديد. بس يون بينبهر جدا وبيقترح عليه إن هو يعمل تعديلات معينة في كتابه علشان القصة تبان منطقية أكتر. فبيعجب يونج بالتعديلات اللي هو قال له عليها، وبيسأله لو هو كمان مهتم بالقصص الإجرامية، وبيبتسم سيون وبيقول له إن هو مهووس بيها جدا. وبعدها بيرجع يونج على أوضته وبيبدأ يعدل في الكتاب بتاعه، لكنه بيلاحظ إن في حد استخدم اللابتوب بتاعه وهو مش موجود. بيفتكر الملاحظات اللي الساكن اللي كان عايش قبله كتبها، واللي كان قايل فيها إن جيرانه ما كانوش بيحترموا خصوصياته وكانوا دايما بيدخلوا الأوضة وهو مش موجود. وفي الوقت ده بيكون هونج مع الأخين التوأم دوج ودوك، وبيكونوا بيدفنوا جثة المحاي وكل الجثث اللي هم قتلوها مؤخرا. وفي اليوم اللي بعده بيبدأ يونج في تصوير كل تفاصيل اوضته علشان لما يرجع من الشغل يعرف لو كان في حد دخل لاوضته فعلا ولا لا. وعلى الجانب الاخر بتروح زوجة الراجل الاجنبي تتكلم مع سو، وبتقول لها ان جوزها كان ساكن في المجمع السكني لكنه اختفى من فترة، ومن وقتها وهي مش قادرة تتواصل معاه، وبتطلب منها ان هي تحقق في الموضوع لان هي حاسة ان جوزها في خطر شديد، وده لان هو كان دايما بيشتكي من جيرانه. وبتقول لها نظراتهم ليه ما كانتش طبيعية. وفي الوقت ده بنشوف سيون وفرقته وهم رابطين اهم في السرير وبيعذبوا فيه، وبيبدأ سيون يخلع كل اسنانه من غير تخدير، وبيكون مستمتع جدا وهو شايفه بيتألم. بعدها سيون بينظف كل اسنانه ودروسه اللي هو خلعها وبيحطهم في خواتم، وبيتضح ان سيون بيخلع اسنان كل ضحايا اللي هو بيقتلهم وبيحولهم لخواتم واكسسوارات. وفي الاثناء دي بتقدر سو ان هي توصل لعم التوأم دوج ودوك، وبتطلب منه يحكي لها شويه عن دوج، فبيقول لها ان هو مصاب بتاخر عقلي وانه عنده اخ توأم اسمه دوك، وان هما الاثنين تصرفاتهم ما كانتش طبيعيه من ساعه ما كانوا اطفال. وبيقول لها كمان ان ابوهم وامهم ماتوا وهم صغيرين، اضطر عمهم ان هو يدخلهم لدار ايتام لانه ما كانش قادر يربيهم، ويوري لها فيديو ليهم وهم في دار الايتام. وبتتفاجئ سو لما بتشوف صاحبه دار الايتام اللي هم اتربوا فيه لان هي نفسها السيده صاحبه المجمع السكني. وبالليل بنشوف يونج وهو راجع من شغله، ولما بيوصل قدام المجمع بيشوف التوأم وهم بيجروا كيس ضخم جدا، فبيفضل مراقبهم من بعيد. وفجأة سيون بيظهر من وراه وبيسأله هو بيراقبهم ليه، فبيتوتر يونج وبيقول له ان هو مستغرب من تصرفاتهم مش اكتر. بيقرب سيون من التوأم وبيسألهم الكيس ده فيه ايه، فبيقولوا له ان فيه زبالة، وبيطلب سيون من يونج ان هو يفتح الكيس بنفسه عشان يطمن. واول ما يونج بيفتح الكيس بيتخض وبيرجع لورا لان الكيس بيكون فيه قطط ميتة. وبعد شوية بيرجع يونج للمجمع السكني وبيقعد يتعشى مع سيون، وبيلاحظ سيون ان هو لسه مخضوض من اللي هو شافه، بيطلب منه ان هو يهدى ويفهمه ان القطط دي ماتت نتيجة انهم كلوا سم فريم بالغلط. بعدها بيديله سيون طبق لحمة علشان ياكله، ولما يونج بيدوق اللحمة بيحس ان طعمها غريب جدا وما بيرضاش يكمل اكل. وبيتضح هنا ان اللحمة اللي هو اكلها دي هي لحمة بشرية. في الوقت ده بتكون الشرطية سو مراقبة عربية التوأم وبتوقفهم في نص الطريق بحجة ان فوانيس عربيتهم مكسورة، وبتلاحظ ان دوك لابس نفس الساعة اللي شافتها في صورة الراجل الاجنبي، وبتبدأ تحس ان في سر خطير ورا التوأم. وبتلاحظ كمان ان في حاجة في شنطة العربية، ولما بتفتح الشنطة بتلاقي ان ريحتها وحشة جدا. بتسأل عن سبب الريحة، دوك بيقول لها ان دي ريحة النفايات اللي كانت في شنطة العربية. وطبعا ما بتقدرش سو ان هي تمسك عليهم اي دليل، فبتسيبهم يمشوا. وفي اليوم اللي بعده بتروح سو تقابل السيدة وبتسألها لو تعرف اي معلومات عن الشاب الاجنبي المفقود. بتقول لها ان هو اختفى من فترة ومحدش قدر يوصل له. في اللحظة دي بينزل يونج من المجمع السكني علشان يروح لشغله، بس هو بتوقفه وبتسأله لو كان هو الساكن الجديد، فبيقول لها ان هو فعلا الساكن الجديد. بس هو بتقول له ان هي شرطية وبتطلب منه يركب معاها العربية لان هي عاوزة تسأله على شوية حاجات. وبتسأله سو لو كان يعرف اي حاجة عن اختفاء الشاب الاجنبي، فبيقول لها ان هو سمع ان هو انتحر. بيقول لها ان في حاجة غريبة بتحصل في المجمع السكني لان في شخص اسمه اهان اختفى هو كمان. وبيقول لها ان في محقق شرطة جه عندهم من كام يوم علشان يحقق في اختفائه. بس هو بتسأله عن اسم المحقق ده، فبيقول لها ان هو نسيه دلوقتي ولكن الكارت بتاعه موجود في مكتبه. بس هو بتديله رقمها علشان يبعت لها صورة الكارت بتاع المحقق. ومن سوء الحظ ان السيدة بتكون شافت يونج وهو بيتكلم مع الشرطية، بتتوتر وبتحس ان هو ممكن يوديهم في داهية، وغضبها ده بيسيطر عليها وبتقرر انها ترتكب جريمة قتل علشان تريح اعصابها. وبالصدفة بتشوف ست
روحانية في الشارع وبتعرض عليها تيجي تشرب شاي معاها في بيتها. الست الروحانية بتوافق وبتروح معاها. وفي المجمع السكني بتلاحظ الست الروحانية ان تصرفات مش طبيعية. بتقوم علشان تمشي لكن بتخبط راسها في الترابيزة وبتخليها تفقد الوعي. وفي الوقت ده بيكون يونج وصل الشغل وبيبعت اسم المحامي للشرطية سو. فبسرعة بتتصل سو باسم الشرطة اللي المحامي ده بيشتغل فيه وبتسأل عنه، لكن زمايلها بيفاجئوها ان هو مختفي بقاله كام يوم. وبالليل بتوصل سو لعيادة الدكتور سيون علشان تعالج باقي اسنانها. وبيلاحظ سيون ان هي متضايقة من حاجة فبيسألها عن السبب. فبتقوله ان هي بتحقق في قضية اختفاء اشخاص عايشين في مجمع سكني. وبتقوله ان هي حاسة ان في مجموعة من القتلة المتسلسلين هم اللي ورا اختفاء الناس دول، ده غير حوادث قتل القطط واللي بتحصل بقالها فترة في نفس الحي. فهنا سيون بيستوعب ان هي ممكن تشكل خطر عليهم فبيقرر يتخلص منها، لكنه ما بيلحقش لان سو بيجي لها استدعاء مفاجئ وبتمشي بسرعة من العيادة. وعلى الجانب الاخر بيتصل يونج على حبيبته وبيحكي لها عن تصرفات جيرانه اللي هو عايش معاهم. وبيقول لها ان هو مش مرتاح وحاسس ان في سر خطير وراهم. فبتقول له حبيبته ان هو اكيد بيبالغ مش اكتر. وبعد الشغل بيرجع يونج للمجمع السكني وبتوقفه قبل ما يدخل لاوضته وبتدي له قهوة علشان يشربها. بيشرب يونج القهوة وبعدها بيدخل لاوضته. وفي الوقت ده بيرجع سيون للمجمع السكني وبيسأل هي ليه خطفت الست الروحانية من غير ما تستأذنه. بتقول له ان هي كانت حاسة بالملل وبتسأله لو كان هيخلص عليها زي ما عمل مع ماد. وبيبتسم سيون وبيقول لها ان هي عزيزة عليه ومش هيقدر يتخلص منها بسهولة. وبيطلب منها ان هي ما تتصرفش من دماغها تاني لان هو ما بيحبش اللي بيغلط مرتين. وبنرجع ليونج وبيكون حاسس بدوخة شديدة بعد ما شرب القهوة وبيكون واضح ان كان في مخدر في القهوة. وبنشوف القتلة المتسلسلين وهم واقفين قدام باب اوضته. وبيكون سيون مراقبه من فتحة الجدار اللي في اوضته علشان يدي الاشارة لرجالته اول ما يفقد الوعي. فجأة يونج بيفقد الوعي وبيقع على السرير، ولكن وقتها الشنطة بتاعته بتقع على راسه وبيرجع يفوق من تاني. بسرعة سيون بيخرج من اوضته وبيطلب من رجالته ان هم يوقفوا كل اللي هم بيعملوه لانهم مش هيقتلوه النهارده. وبيلاحظ يونج ان في حد دخل لاوضته ولعب في حاجته وهو مش موجود. فبيروح يسأل السيدة مين بيدخل لاوضته وهو مش موجود. فبتقول له ان مفيش حد دخل لاوضته لكنه ما بيصدقهاش. وبيطلب منها توري له تسجيلات الكاميرا بتاعت اليوم كله. وبيتفرجوا على التسجيلات وبيشوف هونج في كاميرات المراقبة وبيكون بيحوم حوالين اوضته، لكن فجأة التسجيل بيقف قبل ما يشوف ان هو دخل اوضته ولا لا. فهنا يونج بيفقد اعصابه وبيروح يتخانق مع هونج وبيتهمه ان هو مختل ومجنون وبيطلب منه يبعد عن اوضته بدل ما يأذيه. وفجأة بيلاحظ يونج ان كل الجيران متجمعين حواليه وبيبصوا له بطريقة غريبة جدا وبيخاف ان هم يأذوه. وبسرعة بيدخل لاوضته وبيقفل على نفسه. وبعدها بثواني بيخبط سيون على يونج وبيعتذر له وبيطلب منه ان هو يطلع معاه للسطوح لان هو عاوز يتكلم معاه شوية. واثناء ما بيكونوا طالعين للسطوح بيسمع يونج دوشة جاية من الدور الرابع. فبيقف مكانه وبيسأل سيون عن سبب الدوشة دي. فبيقول له سيون ان هو مش سامع حاجة وبيفهمه ان في حريق حصل في الدور الرابع من سنين وممنوع اي حد يدخل الدور ده مهما حصل. وبيطلعوا هما الاتنين على السطح وبيحكي يونج لسون ان هو دايما بيسمع صوت دوشة وهو نايم وان الموضوع ده بيسبب له قلق نفسي. فبيقول له سيون ان القطط منتشرة في العمارة لان هي قديمة جدا. بيطلب منه ان هو ما يقلقش من حاجة وبيقول له ان هو ملاحظ من نظراته ان هو بيكره هونج جدا. فبيسأله لو كان بيفكر ان هو يقتله. فبيستغرب يونج من سؤاله وما بيردش عليه. بس يون بيكمل كلامه وبيقول له ان هونج شخص سيء وان هو عنده ميول انحرافية ويستحق الموت. هنا يونج بيبدأ يقلق منه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها على طول بتتصل والدة يونج عليه وبتقول له ان اخوه تعبان وراح للمستشفى وبتطلب منه يبعت لها فلوس علشان تقدر تعالجه. فبيضطر يونج ان هو يحول لها كل الفلوس اللي هو محوشها وبيكون متضايق جدا لانه كان ناوي يشوف سكن جديد الاسبوع ده ولكنه كده مش هيقدر للاسف لانه ما بقاش معاه اي فلوس. وفي اليوم اللي بعده بيروح يونج يقابل الشرطية سو وبيديلها دفتر الشاب اللي كان ساكن قبله في الأوضة. فبتسأله سو لو كان شاف حاجة غريبة بتحصل في المجمع السكني. بيقول لها ان هو دايما بيسمع اصوات غريبة جاية من الدور الرابع. وبيلاحظ يونج ان السيدة بتراقبه من بعيد. بيخاف جدا وبيمشي بسرعة. وبعدها بترجع للمجمع السكني وبتحكي لسيون ان يونج بقاله فترة بيقابل الشرطية وبتقترح عليه ان هم يخلصوا عليهم هما الاتنين سوا. بس يون بيطلب منها ان هي ملهاش دعوة بيهم لان هو ناوي يتعامل معاهم بطريقته. وفي اليوم ده بيوصل للمجمع السكني شاب اسمه سوكي وبيقعد في الأوضة اللي قدام يونج. وبعد شوية بتقدر الشرطية سو ان هي تدخل للمجمع السكني من غير ما حد يشوفها. وبتدخل للدور الرابع وبتاخد جولة في المكان لكنها ما بتلاقيش حاجة. وفي الأثناء دي بيكون هونج قاعد مع الست الروحانية علشان ما تحاولش تهرب، لكن فجأة بيسمع صوت دوشة جاية من بره فبيخرج يشوف في ايه. وفي اللحظة دي بتستغل الست الروحانية انشغاله وبتخرج بسرعة بره المجمع السكني. وبالصدفة بتقابل سيون قدامها وبيكون ما عندهاش فكرة ان هو رئيس العصابة دي كلها. فبتستنجد بيه علشان يساعدها. فبيقول لها سيون بطريقة مخيفة ان هو مش هيقدر يساعدها لان هي مش هتخرج حية من المكان ده. وبعدها العصابة بيرجعوا الست الروحانية للدور الرابع وبيكتفوها وبعدها بيفتحوا بقها وبيشربوها مادة سامة وبتموت على طول. والليل بيكون يونج في عشاء عمل مع اصحابه وبيلاحظ جيان صديق يونج المقرب ان هو مش مبسوط في سكنه الجديد وبيعرض عليه ان هو يبات في بيته النهارده، لكن يونج بيرفض. وبعدها بيبدأ يونج ان هو يشرب كحول كتير علشان
علشان ينسى خوفه وقلقه، لكنه اول ما بيسكر بيفقد اعصابه وبيفضل يضرب في زمايله ويشتم فيهم لحد ما بيفقد الوعي. بسرعه اصحابه بيركبوه تاكسي وبيطلبوا من السواق ان هو يوصله لبيته، وبعدها بيتصل جيان على جيجي حبيبه يونج وبيحكي لها على اللي حصل. جيجي بتقلق عليه وبتقرر ان هي تروح تزوره في السكن بتاعه عشان تطمن عليه، وفي الاثناء دي بيلاحظ سواق التاكسي ان يونج مش في حالته الطبيعيه وبيقرر ان هو ياخده على اسم الشرطه. ولما بيفوق يونج بيلاقي نفسه في اسم الشرطه، ولحسن الحظ سو بتكون موجوده في الاسم وبتساله عن اللي حصل. فبيقول لها يونج ان هو شرب كتير لحد ما فقد السيطره على نفسه، وبيقول لها ان هو مش مرتاح في سكنه الجديد وخايف ان هو يرجع لهناك. وفي اللحظه دي جيجي بتبعت رساله ليونج وبتقول له فيها ان هي وصلت قدام المجمع السكني وبتساله عن مكانه. وطبعا اول ما يونج بيشوف الرساله دي بيقلق عليها لا تتاذي، ولسوء الحظ سيون بيقابل جيجي وبيسالها هي عاوزه مين، بتقول له ان هي جايه تزور حبيبها يونج. بيقول لها سيون ان هو يعرف يونج كويس لانهم اصحاب مقربين، وبيطلب منها تدخل تستناه في المجمع السكني لحد ما يرجع. وفي الاثناء دي بنشوف يونج في عربيه الشرطه مع سو، وبيكونوا في طريقهم للمجمع السكني عشان ينقذوا جيجي. وفي الوقت ده جيجي بتكون بتاخد جوله في المجمع السكني وبالغلط ايديها بيجي عليها تراب، فقوم بتاخدها للمطبخ علشان تغسل ايديها. وفي خلال دقايق بيوصل يونج مع الشرطه للمجمع السكني وبيطلع يجري على جيجي وهو مرعوب وبيسالها لو هي كويسه، وبتستغرب جيجي من تصرفاته وبتقول له ان هي كويسه. وبعدها بيخرجوا مع الشرطه بره المجمع السكني، وبتفضل جيجي تتخانق مع يونج لان هو فاهمها ان جيرانه مجانين، وبتقول له ان هي اتعاملت معاهم وان هم طلعوا ناس لطاف جدا، وبتساله هو ليه بيتصرف معاها بالشكل ده وليه مصمم ان هو يقلها على الفاضي. وبيكون يونج مش لاقي كلام يقوله لها وبيطلب منها ان هي تركب العربيه مع سو عشان توصلها للبيت. وفي الطريق سو بتقول لجيجي ان حبيبها كان قلقان عليها وما كانش ينفع تتعصب عليه بالشكل ده. ولما بترجع جيجي للبيت بتتفاجئ ان جيان مستنيها وبيسالها عن حاله حبيبها، وبتقول له ان حالته صعبه وواضح عليه ان هو بيتخيل حاجات مش موجوده. فجيان بيقترح عليها ان هم يتقابلوا تاني يوم في كافيه علشان يشوفوا حل لمشكله حبيبها، وبيكون واضح ان جيان معجب بيها وبيحاول يقرب منها. وفي الوقت ده بتروح تدي قهوه ليونج، بيشرب القهوه وفي خلال دقايق بيبدا يحس بدوخه وبيفقد الوعي. وفي اليوم اللي بعده بيروح يونج يجهز الفطار في المطبخ وبيلاحظ ان هونج بيبص له بصات غريبه. يونج بيتعصب عليه وبيأمره يمشي من قدامه، فبيقول له هونج بسخريه ان هو ممكن يخلص عليه بسهوله. هنا يونج بيفقد اعصابه وبيفضل يشتمه لحد ما الجيران كلهم بيتجمعوا، وبعدها بيوصل سيون وبيفض الاشتباك اللي ما بينهم وبيطلع مع يونج للسطح وبيطلب منه يعذر هونج لانه مريض نفسي، وبيحكي له ان هونج كان تاجر غني لكنه في يوم خسر كل فلوسه ومن كتر الصدمه ما قدرش يستوعب اللي حصل له، وعشان كده هو بقى يتصرف بشكل غريب مع كل الناس. وبعدها سيون بيساله عن سبب تصرفاته الغريبه اللي عملها امبارح، بيستغرب يونج وبيطلب منه يوضح كلامه. فبيحكي له سيون ان هو امبارح بالليل خرج من اوضته وفضل يتخانق مع كل الجيران ويشتم فيهم. هنا يونج بيتصدم جدا لانه مش فاكر اي حاجه من الكلام ده، فبيقول له ان هو اكيد بيكذب عليه. فبيقول له سيون ان هو مش بيكذب عليه وبيطلب منه يراجع تسجيلات الكاميرات عشان يتاكد بنفسه. فبيروح يونج يشوف التسجيلات وبيتفاجئ لما بيشوف نفسه وهو بيهاجم على كل الجيران وبيفضل يشتم فيهم، وبيكون يونج مصدوم من اللي هو شايفه ومش فاهم هو ليه اتصرف بالشكل ده. وفي نفس اليوم بتقدر الشرطيه سو تعرف ان كانت متجوزه مرتين، لكن ازواجها الاثنين ماتوا في ظروف غامضه وما خلفتش منهم هما الاثنين، وبعد موتهم اخذت مبلغ ضخم من التامينات وفتحت دار ايتام. لكن بعد فتره قصيره الدار اتحرقت، وبعد حريق الدار اخذت مبلغ تاني من التامينات واشترت بعماره. وفي الوقت ده بيكون يونج بيدور على شقه تانية علشان يسكن فيها، وبيقدر يوصل لشقه ايجارها رخيص، وبيقول لصاحب الشقه ان هو عاوز ياجرها النهارده، وبينصحه صاحب الشقه ان هو ما ياجرهاش لان هو كان عايش في الشقه دي مع راجل عجوز لكنه مات فيها من فتره قصيره. بيخاف يونج ان الشقه دي تطلع زي الشقه اللي هو عايش فيها وبيتراجع عن قراره. وبعدها يونج بيفضل قاعد في الشارع لوحده وهو حزين، وبالصدفه بيقابل حبيبته جيجي فبتقف معاه وبتساله عن احواله، بيقول لها ان هو بقى كويس. وبيلاحظ يونج ان سيون بيراقبه من بعيد، بيتخض جدا وبيقول لحبيبته ان هم لازم يمشوا من هنا بسرعه لان في حد بيراقبهم. فبتقول له جيجي ان هي اتخنقت من تصرفاته السخيفه وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقه. وبالليل بيشتري يونج سكينه عشان يامن نفسه، وبعدها بيرجع لاوضته في السكن وبيقفل على نفسه كويس. فجاه بيسمع صوت حد بيخبط على الباب، فبيجهز سكينته وبيروح يفتح ويلاقي ان جاره الجديد سوكي، وبيساله لو معاه شاحن اضافي لان موبايله فصل شحن. فبيديله يونج الشاحن وبيقفل الباب بسرعه. وبعد شويه بيسمع يونج صوت دوشه جايه من الدور الرابع، وبنشوف ان عصابه سيون بتتخلص من الجثث اللي هم قتلوها. والمره دي بيقرر يونج ان هو يطلع يشوف ايه اللي بيحصل. وقتها العصابه بتسمع صوته وهو طالع على السلم، وبيقرر دوك ان هو يخلص عليه. بيمسك دوك سلاحه وبيستعد علشان ينزل يخلص عليه، لكن وقتها سيون بيظهر قدامه وبيطعنه في بطنه وبيموت على طول. وبيكون دوك في حاله صدمه وهو شايف اخوه مقتول قدامه، فبيساله سيون لو هو زعلان عليه. هنا دوك بيترعب وبيظهر ان هو مش زعلان علشان ما يخلص عليه هو كمان. وفي اليوم اللي بعده بنشوف سو هي قاعده تتغدى مع ابوها وبتساله لو يعرف حاجه عن موضوع حريق دار الايتام. فبيقترح عليها والدها ان هي تعمل سيرش على جوجل لان الحادثه دي كانت مشهوره جدا. وبتبدا سو تعمل سيرش وبتتفاجئ لما بتلاقي اسم الملجأ
بتفاجأ هو نفس اسم عيادة الدكتور سيون. فهنا سو بتفتكر كلام سيون عن القتلة المتسلسلين، وبتفتكر كمان ان هي شافته قبل كده في مكان قريب من المجمع السكني، وبتبدأ تشك ان في سر خطير وراه. وفي نفس اليوم بتروح لعيادة الدكتور سيون بحجة ان هي هتصلح اسنانها، وبتسأله لو هو يعرف اي معلومات عن دار الايتام اللي اتحرقت وليه اسم عيادته باسم دار الايتام. فبيقول لها سيون ان هو كان عايش في الدار دي وهو صغير، وان اللي ربته هي السيدة امه كان بيحبها جدا. فقرر ان هو يسمي عيادته بنفس اسم دار الايتام، وكمان راح عاش معاها في المجمع السكني بتاعها، وده لانه هو بيعتبرها زي امه بالظبط. بتستغرب سو من صراحته الشديده، وبتكون مش فاهمه هو ازاي ما خافش منها او حاول يخبي عليها الموضوع ده، مع ان الموضوع ده ممكن يتمسك عليه كدليل. وبتبدا تحس سو ان هو اللي ورا جرائم القتل اللي بتحصل دي، لكنها لسه مش قادره تمسك عليه دليل قاطع. وفي المجمع السكني بنشوف ان اهان لسه عايش، لكنه تعرض لاسوأ انواع التعذيب. وبتدخل عليه السيده امه معاها لحم بشري، وبتقول له ان هو مجبر ياكله لان مفيش اي اكل تاني. وتاني يوم بيروح سوكي يسلم على يونج وبيشكره على معاملته معاه، وبيديله الشاحن بتاعه اللي كان استلفه منه، وبيستأذنه ان هو يمشي معاه لحد شغله. بيوافق يونج وهم في الطريق بيقعدوا يتكلموا سوا، وبيعرفوا سوكي ان هو عنده 25 سنه وبيشتغل مغني راب مبتدئ. وبيقول له ان هو مرتاح جدا في الكلام معاه لان هو الشخص الوحيد اللي بيتصرف بشكل طبيعي في السكن. يونج بيطلب منه ان هو ما يتعاملش مع اي حد من جيرانهم لانهم مش طبيعيين، وبيفضل يحكي له على المواقف الغريبه اللي حصلت معاه من ساعه ما وصل للسكن، وبيحذره ان هو ما يطلعش للدور الرابع لوحده لان هو حاسس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل هناك. وبالليل بيروح يونج علشان يقابل حبيبته، وبيتصدم لما بيلاقيها خارجه من عربيه جيان. فبيقرر ما يواجههاش باللي هو شافه، لكن غضبه بيكون سيطر عليه وبيكون نفسه ينتقم من صاحبه. وفي الوقت ده بيبعت سوكي رساله ليونج وبيقول له ان هونج حاول يقتحم اوضته. بسرعه بيتحرك يونج على السكن، ولما بيوصل هناك بيروح يطمن على سوكي الاول، وبيساله لو هو بخير. فبيطمنه سوكي ان هو كويس. يونج بيزعله لان هونج كان ممكن يأذيه لو عرف ان هو كان بيراقبه، وبيقول له ان كل الجيران اللي عايشين هنا مختلين نفسيا. ومن سوء الحظ سيون بيوصل عندهم في اللحظه دي، وبيقرب من يونج وبيقول له ان هو فخور بيه جدا لان هو عبر عن غضبه للمره الاولى. وبيقول له ان مفيش حد هيلومه لو قتل الجيران لانهم مختلين نفسيا. وبيقول له كمان ان هو معجب بيه جدا لانهم شبه بعض في حاجات كتيره. وبعدها بيسيبه وبيمشي، وبينزل يونج اوضته عشان ينام، لكنه بيتفاجئ بهونج قدام باب اوضته وماسك سكينه. فبيحاول يونج ان هو يصوره، لكن وقتها بتيجي السيده امه وبتساله بصوت عالي هو بيعمل ايه. فبسرعه هونج بيرجع على اوضته، ويفضل يونج يتخانق معاهم لانه كان خلاص قرب يمسك دليل عليه، لكن هي جت بوظت كل حاجه. وبيفهمها ان هو شاف هونج وهو ماسك سكينه وبيحاول يقتحم اوضته. فبتخبط على باب اوضه هونج، واول ما بيفتح بتضربه بالقلم على وشه لان بسببه الجيران مش مرتاحين. وبتطلب من يونج يدخل يفتش اوضته علشان يتاكد فعلا لو فيها سكينه ولا لا. بيدخل يونج يفتش اوضته لكنه ما بيلاقيش اي حاجه، فبيتعصب ساعتها وبيحس ان هو قرب يتجنن خلاص. وفي اليوم اللي بعده بنشوف يونج وهو قاعد لوحده في الشغل، فجاه بيفقد اعصابه وبيفضل يكسر في المكتب زي المجنون. وبالليل بيروح لمحل فيديو جيم علشان يحاول يهدى اعصابه، لكن الشباب اللي بيكونوا قاعدين وراه بيعملوا دوشه. فبيروح يونج يشتكيهم لصاحب المحل علشان يطردهم. وبعد شويه بنشوف يونج وهو راجع لبيته، وقتها بيلاقي الشباب اللي كانوا في محل الفيديو جيم مستنيينه علشان يضربوه. لكن اللي بيحصل هو ان يونج بيفقد اعصابه وبيفضل يضرب فيهم زي المجنون لحد ما بيتعب وبيقع على الارض. وفجاه بيلاقي سيون ظهر قدامه وبيساله عن شعوره بعد ما اذاهم. فبيبص له يونج وهو مصدوم وما بيكونش قادر يرد عليه لانه بيكون اتصاب اصابات شديده اثناء الخناقه. فجاه يونج بيفقد وعيه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عياده سيون، وبيتفاجئ ان سيون بيعالج له جروحه. فبيحاول يونج يقوم من على الكرسي لكن سيون بيكون رابطه. بيطلب منه يونج بعصبيه ان هو يفكه، فبيقول له سيون ان هو يفكه بعد ما يعالج كل جروحه. وفي اللحظه دي بيرجع سيون بالذاكره وبيفتكر اول مره شاف فيها ماد، وقتها ماد كان شخص طبيعي وما عندهوش ميول اجراميه، لكن سيون لعب في دماغه وحوله لقاتل متسلسل وضمه لفريق القتله المتسلسلين بتوعه. وبيكون واضح ان سيون عاوز يحول يونج هو كمان لقاتل متسلسل. وفي نفس الوقت ده الشرطيه سو بتوصل للحي اللي المحقق اختفى فيه، وده علشان تدور على اي دليل ممكن يوصلها لسر اختفائه. وبتقدر تلاقي حقنه مخدر في بلاعه الصرف الصحي. بتستغرب جدا لان الحقنه دي بيتم استخدامها في عيادات الاسنان وبس. وبعدها بيجي لها استدعاء مفاجئ من اسم الشرطه، بتروح هناك وبتعرف من الضابط ان في امهات قدموا بلاغ في يونج لانه هو ضرب اولادهم. بتبدا سو تحقق مع يونج وبتساله هو عمل كده ليه، لكن يونج بيكون في حاله صدمه ومش عارف يرد عليها. لكن سيون بيوصل لاسم الشرطه وبيدفع مبلغ كبير كتعويض للامهات دول، وبيخليهم يتنازلوا عن القضيه. وبعدها بياخد يونج وبيمشي. وفي الطريق يونج بيسال سيون هو عاوز منه ايه وليه دايما بيراقبه. فبيقول له سيون ان هم شبه بعض في حاجات كتيره، وبيقول له انه قريب جدا هيكتشف سر قربه ليه. ولما بيوصل يونج لاوضته في السكن بيتخيل ان في قطه ميته على مكتبه، وبيفضل يصرخ لحد ما الجيران بيتلموا حواليه. وبعدها بيدخل سوكي لاوضته لكن ما بيلاقيش قطط ميته ولا حاجه. بيحس يونج ان اعصابه تعبانه ومحتاج يرتاح، وبيتضح ان يونج حالته النفسيه ساءت من ساعه ما الاحداث دي حصلت له، وبقى حاسس
طول الوقت بالرعب والقلق. وفي نفس الوقت ده بتقدر سون ان هي توصل لكاميرات المراقبه بتاعه الحي، بتجيب التسجيلات بتاعتها وبتشوف عربيه المحقق وهي رايحه ناحيه الغابه. لكن الغريب ان العربيه اختفت من ساعتها. وفي اليوم اللي بعده بيوصل موظف اسمه شين للمكتب اللي يونج بيشتغل فيه، وبيكتشف ان يونج كسر الكيبورد بتاعه، فبيفضل يتخانق معاه. وفجاه يونج بيهجم عليه وبيكسر كوبايه على دماغه، وبيفضل يضرب فيه بعنف لحد ما الموظفين بيتلموا حواليهم وبيفضوا الاشتباك، وبيكونوا مصدومين جدا من تصرفات يونج لان عمره ما كان عنيف بالشكل ده. وبعدها جين بيفضل يتخانق مع يونج بسبب اللي هو عمله، فبيتجاهل يونج كلامه وبيحذره ان هو هيأذيه لو فكر يقرب من حبيبته تاني. والليل بيروح جيان يقابل يونج في مطعم، وفي الاثناء دي جيجي بتوصل عندهم علشان تطمن على حبيبها، وبتسأله هو ليه ضرب زميله لكنه ما بيردش عليها. وفجأة سيون بيوصل عندهم وبيفضل يستفز جين بالكلام، وبيطلب منه يبعد عن يونج وما يحاولش يضايقه تاني. بيتوتر يونج من الموقف وبيروح يتكلم مع سيون بره المطعم، وبيسأله هو عارف مكانه ازاي. بيقول له سيون ان هو شافه بالصدفة وهو داخل للمطعم. بيقول له ان هو عارف ان هو بيكره جين لانه بيحاول يقرب من حبيبته، وبيطلب منه ما يقلقش لانه هيخلصوا منه قريب. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيروح يونج وبيطلب من جين ان هو ياخد باله من نفسه وهو راجع للبيت. وبعد شويه بيوصل جين للمكتب علشان يجيب حاجه كان ناسيها هناك. فجاه سيون بيظهر قدامه وبيخدره، وبعدها بيفضل يضرب فيه لحد ما بيقتله. وبيبص سيون على جثته وبيقول ان ده جزاء اي شخص يزعل شخص عزيز عليه. وبيتضح ان سيون قتله لان هو ضايق يونج. وبنشوف ان في صحفي في المكتب شاف كل اللي حصل، وبيفضل الصحفي مستخبي لحد ما سيون بيمشي. وبعدها بينزل بسرعه وبيفضل ماشي ورا سيون بالعربيه لحد ما بيعرف المجمع السكني اللي هو عايش فيه. وفي الوقت ده بيسمع سوكي صوت جاي من الدور الرابع، وبيطلع علشان يشوف فيه ايه. وبيتفاجئ لما بيشوف عصابه سيون بيجروا جثه على الارض علشان يتخلصوا منها. ومن سوء حظه ان سيون بيوصل للدور الرابع في اللحظه دي، وبيقول لسوكي ان هو ما كانش ينفع يطلع لهنا. وفجاه بيضربه على راسه وبيخليه يفقد الوعي. وفي الليله دي بيقرر يونج ان هو يبات مع حبيبته في فندق لان هو خايف يرجع للسكن. ولما بيصحى يونج من النوم بيلاقي ان سيون قدامه، فبيهجم عليه بالسكينه علشان يقتله. لكن فجاه بيلاقي حبيبته قدامه، وبيتضح ان هو كان بيتخيل مش اكتر. وطبعا حبيبته بتترعب من تصرفاته، بتسيب الفندق وبتمشي بسرعه. وبيحاول يونج يروح وراها علشان يصالحها، لكنها بترفض تسمع منه اي كلام لان هي بتكون خايفه من كل تصرفاته. وبعدها على طول بيبعت سوكي رساله ليونج وبيقول له فيها ان هو قاعد حاليا مع سيون وان هو طلع شخص طيب جدا. بيحس يونج ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، فبسرعه بيتحرك على السكن علشان يطمن على سوكي. ولما بيوصل هناك بيلاقي ان سوكي مبتسم بطريقه غريبه، وبيقول له ان هو كان ظالم الجيران لانهم طلعوا طيبين جدا. وبيطلب منه ان هو يرجع يعيش معاه في السكن من تاني. بيتهمه يونج ان هو مختل عقليا وبيسيبه وبيمشي. في الوقت ده بيظهر سيون من ورا سوكي وبيقول له ان هو فشل في مهمته ويستحق العقاب. وبيتضح هنا ان سيون اتفق معاه ان هو هيقنع يونج ان هو يرجع للسكن، وده في مقابل ان هو هيسيبه يعيش. وفي اللحظه دي بينهار سوكي من العياط وبيطلب منه الرحمه، لكن سيون بيرفض لان هو فشل في مهمته. بياخده سيون للدور الرابع وبيبدا يخلع اسنانه بكل قسوه، وبيقول له ان هو بيحب يخلع كل اسنان ضحاياه ويحطهم في اسوره عشان يفتكرهم دايما. وبعدها بيطلب سيون من دوج ان هو يقعد مع سوكي لحد ما يرجع، ويفضل دوج قاعد معاه لوحده. فجاه بيفكه وبيقترح عليه ان هم يلعبوا الاستغمايه. بسرعه سوكي بيطلع يجري وبالصدفه بيشوف السيده اوم وبيطلب مساعدتها. بتظهر اوم ان هي في صفه وبتخبيه ورا الملايه، وبعدها بتقول للدوج على مكانه علشان يقتله. وبعد دقايق بيخرج سوكي من ورا الملايه وبيستعد علشان يهرب، لكن بيتفاجئ بظهور اوم ودوج قدامه وبيخلصوا عليه هما الاثنين. وبعدها على طول بيقدر سيون ان هو يوصل لمكان الصحفي اللي شهد على جريمه قتله وبيخلص عليه. وفي اليوم ده الشرطه بتلاقي جثه جيان في المكتب، والخبر بيوصل يونج وبيكون منهار من العياط وما بيكونش عارف يتصرف ازاي. وبالليل بيروح يونج بيقابل واحد صاحبه وبيفضل يحكي له على كل اللي بيحصل معاه، وبيقول له ان هو خايف جدا ومش عارف يتصرف ازاي. الوقت ده بيتصل سيون على يونج وبيتصدم ان هو خطف حبيبته جيجي، وبيطلب منه يقابله في المجمع السكني قبل ما يقتلها. هنا يونج بيفقد اعصابه وبيتحرك مع صاحبه بسرعه للمجمع السكني. في الطريق بيتصل على الشرطيه سو وبيقول لها ان سيون خطف خطيبته وان هو حابسها دلوقتي في المجمع السكني، وبيطلب منها ان هي تجيله على هناك لان هو مضطر يروح ينقذها. وبعدها يونج بينهي الاتصال وبيدخل للمجمع السكني مع صاحبه، وساعتها بيلاقيه فاضي تماما. بيقعد يدور في كل الاوض على العصابه لحد ما بيظهروا فجاه قدامه، وبيقول له سيون ان هو هيسيب خطيبته تعيش لو قتل صاحبه. وفي اللحظه دي يونج بيمسك سلاحه وبيهجم على سيون وبيحاول يقتله، لكنه ما بيقدرش لان سيون بيضربه على راسه وبيفقده الوعي. وبعدها بينقلوا له الدور الرابع، ولما بيفوق يونج بيلاقي نفسه مربوط، وبيلاقي حبيبته مربوطه على السرير اللي وراه. فجاه بيظهر سيون قدام يونج وبيلبسه الاسوره اللي هو صنعها من اسنان ضحاياه، وبيطلب منه ان هو ما يخافش لان هو مش هيأذيه. وبعدها على طول بتوصل سول المجمع السكني وبتلاقي ام قدامها، فبتسالها عن مكان يونج، فبتقول لها ان هو ما جاش هنا. فبتقول لها سو ان هي كذابه لان هي كشفت حياتهم خلاص. فجاه بتهجم ام على سو وبتضربها على دماغها، وبعدها بتنقلها للدور الرابع. وبعد شويه بتفوق سو بتلاقي ان هونج بيحاول يتحرش بيها. بسرعه بتهجم
عليه وبتضربه، لكنه بيضربها وبيخليها تفقد الوعي. وبعدها بتروح تتخانق مع هونج لانه سرق حاجتها. فجأة بترمي ميه مغليه على وشه وبتقتله. وبعدها بتروح تقول لسيون وهي فرحانه ان هي خلصت على هونج. بيقول لها سيون ان هي اتصرفت للمره الثانيه من غير اذنه. فجأة سيون بيمسك آلة حاده وبيخلص عليها. وبعدها بيطلع يقف على السطح لوحده، وبيتفاجئ ان دوج جاي يخلص عليه لانه هو قتل اخوه. لكن سيون ما بيدلوش فرصه وبيرميه من فوق السطح وبيموت على طول. وفي اللحظه دي بيقدر يونج يحرر نفسه وبيروح يهاجم على سيون وبيطعنه. بيساله يونج هو بيتصرف كده ليه. بيقول له سيون ان هو بيحب القتل لان دي غريزه جواه، وبيفهمه ان في ناس كتير زيه وان هو بقى واحد منهم. وبيقول له بسخريه ان هو صنع اعظم قاتل متسلسل. وفي اليوم اللي بعده بنشوف الشرطه وهم بيحاولوا مع سوفي اللي حصل، وبيفاجئوها ان عصابه سيون اتقتلت على ايد شخص واحد. فسو بتستغرب جدا وما بتكونش فاهمه حاجه. وبعدها بتروح سو بتزور جيجي في المستشفى وبتسالها لو هي شافت اللي حصل امبارح. وبتكون جيجي في حاله صدمه ومش قادره تتكلم، لكنها بتقول لها ان حبيبها ما كانش في حاله طبيعيه. بتروح سو بتزور يونج في المستشفى اللي هو محجوز فيها علشان تطمن عليه. بتتفاجئ لما بتلمح سيون في الاسانسير. بتتوتر جدا لان هي افتكرته مات. وبتروح بسرعه لاوضه يونج وبتتفاجئ ان هو لابس اسوره الاسنان بتاعت سيون. بتستوعب هنا ان يونج هو اللي قتل كل عصابه سيون. وبنرجع بالزمن لساعته وبنشوف سيون وهو بيتفق مع يونج ان هو يقتل كل عصابته، وفي المقابل ان هو هيفرج عن حبيبته. فبيضطر يونج ان هو يوافق. واول حد كان قتله هو هونج، وبعدها وبعدها دوج، وبيتحول لقاتل متسلسل زي ما سيون كان عاوز. وبمجرد ما يونج يخرج من المستشفى هيقابل سيون وهيكملوا في اللي هم بدأوه وبيخلص المسلسل. لو الملخص عجبك ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.